اعتقد الجمله دي خلاص بقت من اشهر الجمل الروائيه، وانا فاكره كويس قوي لما قريت الروايه وانا صغيره وجيت عند الجمله دي وتنحت شويه عشان كنت حاسه انها جمله تخض قوي او جمله كبيره يعني. وكنت فاكره ان انا خلاص فهمتها يعني. بس فعلا كل ما بكبر كل ما بركز قد ايه الجمله دي تقيله وليها اعماق كتير قوي، وكل ما بؤمن 100% اكتر بصدقها. دي فعلا حقيقه احنا بنتقبل اللي احنا بنشوف من جوانا ان احنا نستحقه. كل ما السنين بتعدي عليا اكتر كل ما ببقى مؤمنه تماما احنا فعلا علاقتنا بنفسنا هي اللي بتحدد علاقات الناس معانا، او يعني نظرتنا لنفسنا بتحدد الناس هتشوفنا ازاي. حبنا لنفسنا هيحدد درجه الحب اللي بنقبلها. يعني مثلا بجد تخيلوا لو مثلا انت او انتي بتحبوا نفسكوا 10%، وجي حد اداكوا حب 15% اللي هو اصلا ولا حاجه، هتحسوا ان هو اداكوا حب كتير قوي يعني، وهتبتدوا تضحوا اكتر ليه. وهو حرفيا بجد يعني لا يذكر. هو عشان انتوا مقدرين نفسكوا بدرجه قليله قوي، فلما حد بيديكوا ازيد سنه حتى لو الازيد ده اصلا ما يحسبش حاجه، تحسوا ان هو اداكوا كتير قوي. فما بالكوا بقى لو حد يعني مقدر نفسه 0%، لو حد اداله 2% اللي هو غالبا بيبقى شفقه او تضييع وقت، بيحس ان هو اداله كتير قوي، اداله اكتر ما يستحق. والمصيبة الأكبر إن مثلا 100% المفروض كان يديها لنفسه، هيبتدي يديها للشخص اللي اداله 2%، عشان هو بالنسبة له 2% دي حاجة كبيرة قوي، فهيركز كل الحب اللي عنده على الشخص ده. في دايما فكرة أو يعني نكتة أو تريقة رجالة بيقعدوا يقولوها على الستات كتير إن الستات بيقعدوا يقولوا إحنا عايزين شخص كويس ومسؤول ويعملنا كويس، وفي الآخر بيروحوا للبني آدم العكس ده خالص، بيروحوا للباد بوي اللي ملوش أي علاقة بالشخص الناضج الكويس اللي بيحترمهم. ودي حاجة عامة بجد حقيقية، ومش بس الستات اللي بيعملوها، هي اي حد مش بيحب نفسه غالبا بيروح للناس اللي مش بيحبوه علشان هو شايف انه ما يتحبش. معرفش غطيا بنروح للناس او يعني بنبقى منجذبين للناس اللي مش بتحبنا عشان هو احساس مألوف بالنسبه لنا، عشان احنا مش بنحب نفسنا، فده بيبقى احساس مش غريب، مش يخوف. ده المصيبه الاكبر كمان ان لو حد فعلا جه ويعني ادانا مشاعر حب حقيقيه، بنبتدي نحس ان الشخص ده يا اما بيكذب يا اما هو مش عارفنا، هو مخدوع فينا، فلازم نبتدي نوريه قد ايه احنا ناس وحشه. ولو فضل بقى يعني مستمر طلع شخص يعني على حظنا صبور وطيب وفضل مستمر عادي، بنبتدي نقلب عليه كنوع من انواع الدفاع النفسي الاخير، ان هو اكيد هو اصلا شخص ما يتحبش. لان هو ازاي لو شخص ليه قيمه او شخص يتحب ممكن يحب حد ما يتحبش كده زينا؟ يعني نبقى تقريبا من جوانا مش مؤمنين ان احنا نستاهل اصلا نتحب، فبناخد ال100% بتاعتنا نديها الناس ادونا 15% 20%، ونحط نفسنا في مواقف وعلاقات ظالمه لينا بشكل رهيب. فكره ان انا اشك ان في حد ممكن يحبني في يوم من الايام، فانا هقبل باللي يديني اي حاجه وخلاص، عشان زي ما بيقولوا كده الجعان بياكل اي حاجه. ففعلا بجد كل ما بكبر كل ما ببقى مؤمنه اكتر ان علاقتك بنفسك هي اللي بتحدد علاقاتك، وانت لو ما اديتش لنفسك حب واحترام مش هتعرف تتقبلهم، لان انت اصلا مش عارف ايه شكل الحب والاحترام، انت مش عارف انت المفروض انت مستني ايه. بحس من اشهر الصفات اللي بتبين ده وينصفوا ناس كتير قوي كانت بتعاني منها، هي البيبل بليزر او الشخص اللي هو بيحاول يرضي الغير دايما، اللي هو لازم تبقى انت الشخص السلس اللي بيقول اوكي على كل حاجه، اللي هو لا لا ما تشيلوش همي انا تمام، ولا ارجوكم مش عايز حد يعمل لي حاجه مخصوص، مع ان المخصوص ده يعني ممكن يبقى اصلا بديهي، يعني هو مش مخصوص خالص. هي الفكره ان احنا مش عايزين اي حد يشيل همنا او يعني يبقى بيفكر فينا او بيفكر احنا محتاجين ايه، مش عايزين نتعب ومش عايزين نحط اي متطلبات علشان احنا من جوانا مش مؤمنين ان احنا اصلا نستاهل المجهود. فهتقعد بقى تاكد لهم كتير ان لا ارجوكم بجد عادي ما تشغلوش بالكم، مفيش مشكله، حطوا يعني متطلباتي انا في اخر الليست خالص او شيلوها من الليست، مفيش اي مشكله. لو احنا محظوظين قوي بقى نقابل ناس سويه ناضجه هتبقى رافضه صورتنا عن نفسنا وبتحاول تساعدنا نشوف نفسنا بصوره اوضح وبصوره احسن. بس المشكله ان انتوا برضو هتقابلوا ناس كتير قوي يعني شايفين ان انتوا لقطه وهيعملوكوا بالطريقه اللي انتوا بينتوا لهم ان انتوا متقبلين ان حد يعملكوا بيها عادي. وحتى مع الناس الكويسه يعني فعلا اكتشفت ان الواحد لما بيقعد يعني يبعد الناس عنه كتير في الاخر بيبعدوا، مره هيستحمل مره هيستحمل مره هيستحمل، في الاخر هيبعد. هيعملوك ايه يعني؟ الفكره ان الناس المعطاءه اللي هي اتعودت دايما ان هي تبقى هي اللي بتدي وهي اللي بتاخد بالها من مشاعر الغير، هي اكتر ناس لازم تاخد بالها انها تحط حدود، لان الناس اللي اتعودت تاخد ما عندهاش اي حدود خالص. هي دي الفكره بجد، ان تقديرك لنفسك هو اللي هيعلم الناس ازاي يقدروك، ويعني طريقه معاملتك مع نفسك هتعرفهم ايه المعامله اللي انت يعني هتتقبلها وايه المعامله اللي انت مش هتتقبلها. حاجات بقى انا عبيطه قوي بس كنت بعاني منها كتير قوي وانا صغيره وما زلت بصراحه ساعات، ان انا بكره المجاملات، بكرهها بجد يعني بتوترني قوي، ببقى مش عارفه اعمل ايه لما حد يقول لي مجامله، يعني بتخض وبتوتر وببقى مش عارفه ارد، وغالبا ده عشان انا ما اتعودتش اقول لنفسي كلام حلو، فلما حد بيقول لي كلام حلو ببقى موضوع غريب جدا بالنسبه لي، انا مش عارفه ارد اقول ايه. ودايما يا اما بتريق او ببرر، لو مثلا حلو الفستان ده قديم اصلا، ده بتاع ماما طب مثلا حلو شكل شعرك، انا اصلا مش مسرحاه، لازم اي تريقه اي تبرير لازم ارد اي رد متخلف، او لازم في ثانيه افكر هرد المجامله ازاي. يعني لو شخص قال لي حاجه حلوه انا لازم بسرعه ابص عليه وافكر هجامله بايه بسرعه، عشان يعني ازاي انا استحق المجامله والشخص ده ما يستحقش. فانا بجد كنت دايما بقعد اقول للناس انا مش بحب المجاملات، وبيفتكروا ان انا مكسوفه، بس انا فعلا
مش عارفه ارد لان الكلام غريب قوي على ودني لاني عمري ما قلته لنفسي. عشان كده فعلا الجوروز او المعلمين الروحانيين كانوا دايما بيقعدوا يقولوا جربوا تصحوا من النوم مقررين ان انتوا بتحبوا نفسكم او مقررين ان انتوا شخص يستاهل حاجات حلوه، وهتشوفوا ازاي فعلا العالم حواليكم بيتغير. ودي فعلا حقيقه، لان الشخص اللي مش مؤمن بجد ان هو يستاهل حاجه عمرها ما هتجيله، ولو جاتله 99% هيضيعها. انا لاحظت اصلا مؤخرا ان جمله ان احنا بنتقبل الحب اللي بنشوف ان احنا نستحقه دي حتى لايقه على الناس اللي مش حلوه قوي. يعني مثلا بقعد ابص على الناس النرجسيه وقد ايه هم بجد هم مقتنعين من جواهم ان هم احسن ناس، او ان مفيش زيهم، مفيش اذكى منهم، مفيش اعقل منهم، مفيش اجمل منهم. فهم بياخدوا ياخدوا ياخدوا لان هم شايفين ان هو ده اللي يستحقوه. هم شايفين ان هم يستحقوا ان اللي قدامهم يضحي لهم بكل حاجه ويديهم كل طاقته. ففي الاخر دايما النرجسي تلاقوه ما بيتعبش، واللي معاه حرفيا بقى بلا روح وبلا عقل وبلا مشاعر، جثه ماشيه معاه لان هو شفط منها كل حاجه. عشان زي ما قلت لما بيحطش حدود في العطاء، الشخص اللي بياخد ما بيحطش حدود برضه، بياخد وخلاص، بيشفط اللي قدامه. فبجد دي حقيقه، حبك لنفسك او تقديرك واحترامك لنفسك مش بس هيغير نظرتك في الحياه، هو هيبتدي يجذب ليك ناس هي كمان بتحب نفسها وبتحترم نفسها، فما عندهاش مشكله انها تدي حب او تتقبل حب. ومهم قوي بجد ان الناس تعرف ان اللي كنت بتقبله زمان مش لازم يحدد اللي انت هتقبله دلوقتي. يعني من حقك في اي وقت او من حقك في اي وقت تغيره، يعني سعر تيكت الوصول ليكوا. الرغي ده كله بقى كان عن ازاي بنتقبل الحب اللي احنا بنشوف اننا نستحقه، ليه بقى بنتقبله، فده موال تاني خالص. عشان اي رحله تعافي دايما بتبتدي بالادراك، لازم عشان نساعد نفسنا ندرك حجم مشكلتنا واساسها وجات منين. انا لاحظت عامه ان قله تقدير الذات دي بتبقى فعلا بترجع لاسباب مكرره، وهي غالبا سببين. هو فعلا عدم حب للنفس، او يعني عدم احترام للنفس، او فكره مغلوطه عن شكل الحب اصلا. وعشان انا من الناس اللي مؤمنه ايمان كامل ان كل حاجه بترجع للطفوله، انا مؤمنه ان دول كمان اساسهم بيرجعوا للطفوله، لان فعلا بجد الطفوله كل حاجه. يعني احنا ما كناش فاهمين اي حاجه، احنا بيبيهات لا نفقه شيء، واللي حوالينا هم اللي اسسونا، عودونا ازاي نشوف نفسنا ونشوف اللي حوالينا وايه اللي نتقبله وايه اللي ما نتقبلوش. وكتير قوي بنبقى اتعلمنا فكره مغلوطه اصلا عن الحب، زي اللي مثلا حد بيتربى مع اب بيضرب كتير ويقولوا له اصل هو بيضربك علشان هو بيحبك، او حد مثلا بيعاملك وحش، هو بيعاملك وحش عشان خايف عليكي، فانت بتكبري او انت بتكبر فاكر ان هو ده الحب الطبيعي وهو ده اللي بتتقبله في العلاقات، فبتبقى عايش حياه بائسه طول حياتك. لان حقيقي بجد اساس كل حاجه هتلاقيه في طفولتك، هتلاقي السلوكيات اللي انت بتعيدها كتير ليها اساس هناك، نظرتك لنفسك ليها اساس هناك، نظرتك للغير ليها اساس هناك، اللي بتتقبله وما بتتقبلوش ليه اساس هناك. بجد كل ما تتعمق اكتر، كل ما هتدرك اكتر، كل ما هيبان لك حاجات بطريقه اوضح، كل ما تعرف تساعد نفسك اكتر. فدي حقيقه بجد والله، كل ما الانسان بيتعمق في طفولته كل ما حاجات بتبان له اكتر، حاجات كتير قوي بتوضح، بتبتدي تفهم كتير قوي عن نفسك، انت ليه بتعمل كده وايه اساس الفكره اصلا جات لك منين، انت ليه بتتعامل كده في الوقت ده، انت ليه بتخاف من ده، انت ليه بتحب ده، الحاجات دي كلها. وبرده انا من الناس اللي مؤمنه جدا ان ما تقدرش تساعد حد هو مش بيساعد نفسه او هو مش عايز يساعد نفسه، فاحنا لازم نساعد نفسنا الاول. فبجد اعملوا الطريقه اللي تناسبكم، ممكن تعملوا سيرش، ممكن تقعدوا تكتبوا، ممكن تتكلموا مع حد لو بترتاحوا في الكلام، ممكن تقعدوا كده بس متنحين وتقعدوا تفكروا في مواقف حصلت لكم زمان وازاي اتصرفتوا فيها، تقعدوا تتفلسفوا، اقعدوا تفلسفوا كده مع نفسكم، اقعدوا يعني تفصصوا كل حاجه في حياتكم واقعدوا فكروا انتوا ليه بتعملوا كده، حاولوا تجمعوا انتوا ليه اتصرفتوا بالطريقه دي في الموقف ده، وليه عملتوا كده هنا، وليه قلتوا كده في اللحظه دي. هتبتدوا تلاقوا الموضوع اتفتح معاكم، يعني هتبتدوا تلاقوا نفسكم تشعبتوا وهتوصلوا للطفوله، انا متاكده. انا فاكره كان في جمله في روايه بحبها قوي اسمها ذا نيكست، كان الكاتب بيقول يعني بما معناه علشان نشوف نفسنا بطريقه واضحه فعلا فده مشروع العمر، او يعني مشروع هياخد العمر كله، ودي حاجه حقيقيه قوي بجد يا جماعه. فيعني يا دوب نبتدي، احنا اصلا نعتبر متاخرين الى حد ما، بس زي ما بيقولوا كده يعني ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي خالص، وهو فعلا خيرا بجد يعني، فيا دوب تبتدي.